يعني ايه علاقة توكسيك وازاي ينتقم من الشخص التوكسيك؟ هقول لكم، يلا بينا. الاول، في علاقات توكسيك بدرجات، مش كل علاقات واحد. يعني في علاقة توكسيك شوية، في علاقة توكسيك قوي، في علاقة توكسيك ليفل الوحش، في ناس مؤذية شوية، في ناس مؤذية شويتين، في ناس مؤذية قوي اللي هم النرجسيين والناس اللي بيتقاطعوا مع النرجسية. فأنا هقول لكم كده شوية سمات، وانتوا بقى بذكائكم تعرفوا العلاقة اللي انتوا فيها هي أي ليفل. طيب، البني آدم التوكسيك هتلاقيه دخل حياتك أو دخلت حياتك بذكاء منقطع النظير. يعني وانت قاعد كده لا بيك ولا عليك، الدنيا جايه عليك، هتلاقي الشخص ده جاي يديك كل حاجه على طبق من فضه. اول ما تلاقي نفسك بتقول انا لقيت اللي انا عايزه، تبدا تاخد حذرك. ده تو جود تو بي ترو، ده حاجه رهيبه، ده حاجه مش موجوده في الوجود. واحد بيديني كل حاجه، واحد بيبالغ في انه يقولك او يقولك كل المميزات اللي فيكي بحرفية شديدة. زي مثلا انت جيتي الدنيا ازاي؟ عينك حلوة قوي، شعرك اساسا ممكن يكون بيقع نصه، انت شعرك حلوة قوي. انت هتلاقيه كده لسانه معسول قوي لدرجة مش فاهمها. هتلاقي البنت اللي دخلت حياتك دي بنت دخلت لك على طول باستكانة، وبدأت بعد كده تبقى البنت السكسي الواو اللي في حياتك، اللي بتقعد تسمعك احلى كلام اللي انت بتريل وانت بتسمعه. حاجة كده مش موجودة في الوجود. وبعد شوية لما يحس ان انت حبيت ده، يبدأ يتغير. هو اتغير ليه؟ يعني بتلاقي نقيض ونقيض. يعني هو لو كان في البداية اصلا شوية شوية، يبقى هنقول ملقاش نفسه معانا ومشي. لا، ده بيحسسك ان هو لقى العالم كله بوجودك، وفجأة كل ده انهار ووقع. ليه؟ عشان يحسسك بقيمته الوهمية. اول ما تتوجع وتحس قد ايه انت حياتك بقت وحشة قوي بدونه، غصب عنك عقلك الباطن هيشوف ان هو اساس من اساسيات الحياة، وان طلوعه من الحياة يعني موتك. فتبتدي تبرمج نفسك ان انت بتعشقه وبتموت فيه. وهنا بقى هترجع تحاول تتحركش فيه بأي طريقة، تكلمه يكلمك. طب لو انت ما كلمتوش خالص وقلت البلد اللي تودي، ايه اللي هيجرى؟ هيرجع تاني بنفس الدوز العالية بتاعة الحب. ولو انت كلمته وقلت له هو انت ليه سبتني، انت ليه عملت كده، هيقول لك عشان انت عملت وعملت وعملت وعملت. فلما تلاقي واحد انت ما عملتلوش اي حاجة وبعد، ولما رجعتي له عمال يقولك هو بعد عشان انت قد ايه كنتي وحشه، يبقى اعرفي ان انت مع شخص توكسيك ذكي وليفل الوحش كمان. واول ما هتبتدي تتخطي او يحس ان انت فعلا انا وحشه ويبعد، تبداي تلاقي استغلال للسوشيال ميديا على اوسع نطاق. تبداي تلاقي كلام من نوعيه اللي بعنا الله ده انت اصلا اللي سايبني. لا، ده هيحاول يصور لك انه مظلوم على السوشيال ميديا بكل الطرق. حاول يوصل لك الكلام ده باي شكل كان، وانت طبعا عشان وقعتي او وقعت تحت طائلته وبتحبه وبتموت فيه، غصب عنك بتبقى عايز تعرف هو شايفك ازاي. غصب عنك ما بتعرفش تقفل كل الابواب وتلغي كل المتابعات وتبقى لوحدك. غصب عنك من آن لآخر بتخش تشوف، بتلاقيه سايب لك رسالة برضه تخليك ما تعرفش تتخطاه، وممكن تكلمه كمان بسبب الرسائل دي، فيحس بنفسه أكتر ويرجع يديك جرعة تاني. عارف انت بتعمل ايه؟ انت عامل زي اللي راكب رولر كوستر، عمال يطلع وينزل يطلع وينزل. انت عارف انت ممكن تضيع قد ايه من حياتك مع الشخص ده؟ عمرك كله. طب اتعامل معاه ازاي؟ اسقيه من نفس الكاس. لما بقى يبعد، لا ده انت تتخطي تماما. ولما يرجع تقولي له ايه؟ لا اصل انا لقيت واحد تاني. فاللي انت اديتيهوله سحبتيه، فهيتحول هو اللي مجنون بيكي، لانه عايز يرجعك تاني مذلوله، فهيعمل كل حاجه عشان يرجعك تاني مذلول ليه. فكل ما انت تستعصي عليه كل ما يتألم، وكل ما يتألم تنتقم منه،
وتحس وقتها بنفسك وهو يحس انه ما انتصرش عليك، وده اكتر انتقام ليك من الشخص التوكسيك.